السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعمل ايه لو انت ثانوية ازهرية وامتحانك كمان 10 ايام؟ لو ما تعرفنيش، معاك مصطفى محمد، ثانوية عامة في 23 وحاليا طب بشري. ويلا بينا نبدأ. عارف ان انا بقالي فترة كبيرة ما نزلتش فيديوهات، بس ده كان بسبب امتحاناتي، وان شاء الله الفترة اللي جاية ههتم اكتر بالقناة وانزل فيديوهات اكتر. وبرضه بتابعوني على جروب التليجرام ببقى ناشط عليه اكتر في ايام الامتحانات بتاعتي. وما تنساش تتابعني على الانستجرام وجروب التليجرام لو انتوا مش متابعين عليهم. طلاب الثانوية الازهرية، انا كنت عايز اعمل لكم فيديو قبل كده لان انا عارف ان انا اتاخرت في الفيديو، فاضل على الامتحانات بتاعتكم حوالي 10 ايام، بس كان بسبب ضغطة الامتحانات ما قدرتش اعمل فيديو. بس كنت بتابع معاكم على جروب التليجرام، واي حد كان بيخش لي كان على الانستجرام او التليجرام كنت بحاول افيده بكل اللي انا اعرفه. ففي الفيديو هحاول اقول لكم تعملوا ايه في التراكمات اللي فاضله عليكم قبل الامتحان، وتعملوا ايه في الفتره بتاعه المراجعه، وازاي تتاكدوا ان انتم ماشيين صح، وتعملوا ايه في المواد التقيله. اولا ازاي تراجع الفترة اللي فاضلة ديت. هو فاضل حوالي 10 ايام او 9 ايام، لازم تحل كتير فيهم، يعني يعتمد على الحل. يعني انت دلوقتي هتراجع مراجعة سريعة وحل، مراجعة سريعة وحل. الحل هو اللي هيبقى نسبة اكبر في مذاكرتك، لان انت دلوقتي بتثبت المعلومات اللي بالنسبة للي راجع، انما بالنسبة للي لسه ما راجعش فهو هيراجع مراجعة سريعة ويحل عشان يبقى عنده حصيلة اسئلة كتيرة. لان هو لو راجع بس، حتى لو ممكن في الفترة ديت يراجع بس، مش هيعرف يحل برضه، فهو اعتماده الاكتر هيكون على الحل. طب انا دلوقتي عندي 18 مادة، اعمل فيهم ايه؟ اولا هتحط اولويات في اولا المواد اللي هتمتحنها في الاول، فدي هتحاول ان انت تخلصها الاول، وبرده مش هتسيب ايدك من المواد التانية. يعني انت مثلا المواد التانية ممكن تفتحها مثلا نص ساعة في اليوم علشان برده ما تنساهاش. فيبقى كده احنا حاطين اولويات للمواد، وهتحط اولوية للمادة الكبيرة. يعني مثلا المادة عندي كبيرة جدا، مش هقارنها بمادة ممكن تخلص في يوم، لان المواد الكبيرة هي اللي هتاخد وقت اكتر. فانت حط اولوية للمواد الكبيرة والمواد اللي هتمتحنها في الاول. وما تنساش ان انت معاك اجازه عيد حوالي 10 ايام، هتحاول تلم فيهم حاجات كتيره، بس برضه ما تركنش ليهم الحاجات. يعني انت تعمل اللي عليك للفتره ديت وتضغط نفسك، وفي فتره الاجازه لو كان في حاجه تحاول تلم فيها. ايه ده، انت لسه ما عملتش فولو؟ انزل اعمل فولو لايك. نيجي لنقطه المواد التقيله. المواد التقيله انا لما سالت كان قالوا لي الفيزياء والكيمياء والانجليزي الى حد ما والعربي، دولت اتقل المواد، والادب في العربي. اولا الفيزياء اهتم جدا بحل المسائل. القواعد اللي هي النظري انت لازم تكون عارفها، بس ما تضيعش عليها وقت كتير. فانت لازم تهتم بحل المسائل كويس قوي، لان دوت اللي هيثبت معاك الفيزياء هي حل المسائل. ولازم تكون مجمع القوانين كلها، وانا كنت منزل اصلا على التليجرام صور القوانين بتاعت الفيزياء كلها في ورقه واحده او ورقتين. ولازم تربط القوانين ببعضها، يعني مثلا تربط قوانين الدرس ده بالدرس ده بالباب ده بالباب دوت، عشان دوت اللي بيجيبه في الاسئله. تاني ماده الرياضه ناس كتير جدا سالتني عليها، رغم ان انا كنت علمي علوم، بس انا كنت بحب الرياضه، وسالت ناس صحابي كانوا في علم رياضه. الرياضه ما تركنش الرياضه للاخر. يعني مثلا انت دلوقتي خلصت مثلا التفاضل، ما تركنهوش وتقول هحل بقى انا خلاص كده مخلصه، وفي ليالي الامتحانات هبقى راجع. هتيجي ليالي الامتحانات وهتنساه. لا، انت مثلا دلوقتي بتذاكر مثلا مواد تانية ومخلص التفاضل، كل كام يوم حل امتحان، كل يوم حل مثلا نص امتحان، كل يومين حل امتحان، علشان تفضل ايدك في الماده. لو انت ركنت الماده مهما كانت الماده ومهما انت كنت ماسكها كويس هتنساها، لان المخ اصلا ما بيحفظش حاجه غير بالتكرار. فانت كل ما تكرر الحاجه هتثبت اكتر. ونيجي بعدها الانجليزي اهم حاجه ان انت تقعد تحفظ كلمات، اهم حاجه حرفيا. قواعد الجرامر بتبقى عدد اسئلتها قليله، وكمان بتبقى سهله معظم الوقت. انت هتحل جرامر كتير، بس الاهميه ان انت تحفظ كلمات، لان الاسئله كلها بتعتمد على حفظ الكلمات. يعني انت مثلا مش حافظ كلمات، سؤال الجرامر برضو مش هتعرف تحله، لان انت الكلمات اللي موجوده فيه ممكن تكون متلخبطه. فانت لازم تكون حافظ كلمات. وبالنسبه للقصه، احفظ كلمات القصه كويس قوي، لان هو بيدخلها لك في القطعه، لان هو بيلعب الكلمات الجديده بيجيبها لك من القصه، فانت احفظ كلمات القصه. وطريقه حفظ الكلمات انا كنت منزلها في كذا فيديو قبل كده، ممكن تشوفهم، وممكن اقولها لك دلوقتي باختصار. ان انت مثلا دلوقتي هتجيب ال1000 كلمه وتشوف اللي انت عارفهم منهم، هي في صفحه حوالي 500، في كلمات كتير جدا انت بتكون عارفها. يعني مثلا لو جاب لك كلمه بلاي، انت مش انت هتحفظ كلمه بلاي ليه؟ كلمه دو، في الحاجات ديت بتبقى حاططها اصلا في اي وحده عادي زياده، فانت الكلمات ديت هتطلعها لان انت كده كده حافظها. بقى معاك 500، من ال 500 دولت هتشوف الكلمات اللي انت حافظها نص نص، دول تاكد عليهم بسرعه. يبقى كده مثلا بقى 300 كلمه، يبقى من ال1000 كلمه فاضل 300 كلمه تقعد تحفظ فيهم. ونيجي للكيمياء اللي كل الناس بتتكلم عليها، وبالذات العضويه. بص يا جماعه، العضويه لو انت عايز تضمنها وتبقى بالنسبه لك احسن من الغير عضويه، يبقى انت لازم تقعد ترسم المعادلات، ولازم تربط المعادلات ببعضها. يعني مثلا تربط الدرس الاول بالدرس ال13 بالدرس الثامن، تقعد تربطهم ببعض في معادله واحده. يعني هو مثلا هيطلب منك تكون كذا من كذا، الحاجه ديت لازم تلف على الدروس كلها عشان تكونها. فانت هيثبت معاك المعادلات، ان انت بتقعد تربط ببعضهم، فهيثبتها معاك قوي. ولازم اي معادله ترسمها مهما كانت سهله، ارسمها، الرسم هو اللي هيثبت معاك. ده كانت طريقتي في العضويه. والنظري طبعا لازم تحفظه، والاستخدامات وكل ده انا كنت اصلا ملخصه وبعت على جروب التليجرام برضه. انت لازم تطبقه في الكيمياء، ولو طبقت النقطه ديت ان شاء الله هتقول ان العضويه احسن من غير عضويه. وده كان بالنسبه لي برضه نفس الكلام، وبالنسبه لكل اصحابي اللي كنا بنطبق نفس الطريقه. ونيجي لاخر حاجه، وهي هلحق ولا لا. نقطة ان انت تلحق ولا لا، بص، طالما لسه انت مش في اللجنة يبقى انت تلحق. اليوم الواحد بيفرق كتير جدا. انت متخيل انت في اليوم ممكن تحصل حاجات ممكن تيجي منها نص الامتحان حرفيا، فانت ما تعرفش اليوم ده ممكن يعمل ايه. فانت طالما فاضل وقت ابدأ، حتى لو لسه ما بدأتش خالص. كده كده انت هتمتحن، الامتحان صعب او سهل هتمتحن، ذاكرت ما ذاكرتش هتمتحن.
كان في تراكمات، مفيش تراكمات هتمتحن برضه. فانت يبقى انت تجهز نفسك، تحاول تقلل تراكماتك، تحاول تذاكر اكتر، تحاول تظبط نفسك في الحل. كل دوت هيحسن ان انت تحل في الامتحان، لان هو كده كده انت هتمتحن. فيبقى انت تجهز للامتحان وما تخليش اي حد يقول لك اي كلام تصدقه. في مدرسين بتقعد تقول لك كده كده مش هتلحق، حتى لو ذاكرت الشهر دوت مش هتجيب حتى 70%. فككم من كل الكلام دوت، كل الكلام ده غلط. اليوم الواحد بيفرق في درجاتك كتير جدا. كل دوت بيبقى كلام غلط، فما تركزش مع حتى وصحابك. اي صاحب يقول لك اي كلمه ممكن تحبطك ابعد عنه. ركز الفتره دي ونظم وقتك، لازم تهتم بالوقت كويس قوي. ونظم وقتك ان انت تعرف تستخدم ازاي كل دقيقه في اليوم، لان بجد هتفرق معاك. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزين نوصل في الشهر دوت 10000 متابع. ما تنساش تتابعنا على جروب التليجرام وتتابعنا على الانستجرام وتبعت لي اي مشاكل بتواجهك عليه. سلام.